اي لعيب في النادي مهما كان اسمه ومكان هو مين، الموضوع عرض وطلب. عايزه انا الوضع بتاعي 1 2 3 مقدم لك العرض بتاعي بكذا، موافق اهلا وسهلا، مش موافق الموضوع بيتقفل نهائي. واللي عايز يمشي يمشي، مش معنى كده ان امام يمشي، بس اللي عايز يمشي يمشي، واللي عايز يقعد على راسنا من فوق. بقدم العرض بتاعي وبقفل الكلام ده نهائي، بس عرض لازم يكون مناسب للعيب ومناسب للنادي. انما الكلام الكتير ده ملوش لازمه، والنبي اقعد، طب هنجدد، طب هنرفع، طب هننزل، طب اللعيب بيقول ده انا قاعد مع الفرقه المنافسه، لا طب تعالى، لا ما بحبش الكلام ده. 1 و1 بيساوي 2، والامور لازم تتحسن بدري بدري، عشان بعد كده يبقى في مشاكل وكلام كتير، والكلام ده هيبقى على الفرقه كلها، على التيم كله، مش على لعيب واحد. فلازم يحسم الامور دي ويحسمها بدري. بس على فكره الزمالك عمل كده مع طارق حامد، عمل كده مع ابو جبل، عمل كده مع بن شرقي. تمام. يعني في وقائع حصلت. انا اتمنى ان ده يحصل كمان السنه دي وكل سنه. معناه الزمالك 1 و1 بيساوي 2 مهم، لان ده مش هيأثر على لعيب، ده هيأثر على الفرقه كلها، لان كل لعيب يقول اشمعنى وانا عايز وزي لازم الموضوع ده ينتهي من الاول، عشان لو اتفتح هيبقى يمثل ضرر كبير على النادي. طبعا يا جماعه ده مش التابع، ما ناخدش رايه، يعني نسمع ان هنا نقدم من ناحيه تانيه ريح عشان قلبنا وجعنا يا جماعه. سيع اقترب يا عم. وبعدين طلعت امام عاشور، يعني انت بتعاقب جماهير الزمالك، ولا العبقريه واخده منك حاجه احنا مش عارفينها؟ فانا بصراحه انا بحمله التعادل ده والتعادل انبي. طيب غير طبعا بس هو كابتن رضا نعم، انا شايف اللي هو واخد اتجاه كده، اللي هو عايز يمشي، بس ايه بطريقه كده بالراحه كده، يمشي يضيع الدوري يا ياسر. ما يقول للناس، يقول لهم انا عايز امشي. ايه المشكله؟ تبقى واضح وصريح بدل ما الدنيا. هل انت متفق معايا عموما؟ انا متفق معاه في الجزئيه دي عموما. اصل هيمسك مين تاني؟ ما مش هيمسك، ما هو نادي الزمالك جايبه بقاله 2 سنين قاعد في البيت يا ياسر. يعني هو مثلا حتى لو جاي له عرض بعد الاخفاق اللي بيحصل له ده، حد هيفكر فيه؟ ما اعتقدش الدوري المصري اهو. لا، وحتى لو الدوري اللي بره خلاص، هو يعني انت رايح تجيب واحد خلاص يعني بيلعب في الوقت الضايع، ما ينفعش. دي طريقه عمل المهلبيه. يعني الاخ رضا عبد العال بيتكلم على خطه الاخ جوزوالدو فيريرا، طريقه عمل الكسكسي بالرز بلبن. يعني الضحك صياحكم طرب، يعني الضحك وجمال الضحك.